راح احط اللحمه المفرومه الناعمه، البهارات والبقدونس. طيب نسكب، يلا بسم الله كمل يلا نهي. يلا نهينا الحلقه بعد اذنك. مثل ما عم قايلكم. شوربة البرغل أو طنجرة المفاجآت. ليش سميتها بهذا الاسم؟ تابعوا معي هاي الحلقة لحتى تعرفوا شو المفاجآت والأسرار اللي موجودة بهاي الوصفة. طبعا هاي المكونات اللي موجودة أمامكم مكتوبة هون جنبي على الشاشة بالمقادير، ومحطوطة أيضا تحت بصندوق الوصف. وكمان ما تنسوا فوق صندوق الوصف في زر مكتوب عليه سبسكرايب، اضغطوا عليه وخلوه أبيض، وكمان يرنوا الجرس واعطونا لايك على هذا الفيديو. وآخر الفيديو اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. يلا نبلش. أول شيء بوعاء راح أحط اللحمة المفرومة الناعمة، البهارات والبقدونس، بعدين راح أخلطهم مع بعض كتير منيح. بسم الله. هلا راح نبلش نعملهم كرات صغيرة للحمة بهالشكل هيدا. بعد ما كورت اللحم بهذا الشكل كرات ناعمة وصغيرة وجميلة، بحط بطنجرة على النار الزبدة والزيت وبحط فوق هون الكرات. بسم الله. بعدين هي الشوربة انت راح تغرم فيها. كرات اللحم صارت جاهزة، هلا راح شيل احطها على جنب، وبنفس الطنجرة راح ارجع احط زبدة. لك راح تغرم فيها لهي الوصفة صدقني. فوق الزبدة راح احط البصل والثوم وراح نقلبهم تقليبة خفيفة مع بعض. هلا بعد ما دبلت البصلة راح احط فوقها الكرافس وايضا الجزر ومنقلب. والان بعد ما دبلوا راح احط فوق هون الكوسه المقطع. هلا راح اقلبهم شوي كتير مع بعض وراح احط فوقهم الطماطم المقطعه. هلا راح اضيف فوق الخضروات البرغل المنقوع. بسم الله. شلون هبد فوقهم البرغل، هبد يعني. هلا بنقلب هيك عشان يهدوا، توزع النكهه بكل مكان. مازن فز على حاله بده يشوف شو صاير، عم يشم ريحه طيبه. ريحه كتير طيبه بعرف. هلا راح احط فوقهم مرق الدجاج. نعمل لنا هيك تقليبه، نتاكد انه كل شيء مغمور بالمي، وبنغطي وبنتركها 20 دقيقه يعني. يلا قوموا اعملوا تنظيفه للبيت ورتبوا، بترجعوا بعد 20 دقيقه. وهلا بعد ما خلصنا تنظيف وترتيب بالبيت ومضيوا ال 20 دقيقه رح نكشف على الشوربه ونحط فوقها كرات اللحم اللي قليناهم اول شيء عشان ما تروح البركه. تعرف شو هي البركه؟ هي الدسامه والسقسه اللي ما بدنا اياها تروح. في نكهه باللحمه احنا بحاجتها. هلا بنعمل هيك تقليبه للشوربه، بنقول لمازن هلا انت جاهز يا ابو الميز؟ يلا على السكب والدوام. طيب نسكب، يلا بسم الله. جيب المعالق وتعال. شوفوا معي هالمنظر، الشوربه ما احلاه، شيء خنف وشاري. تعال تعال هون. الله ليك شلون هيك الالوان اللي فيها. اي معلقه انت بلزق. لا يلا بسم الله. شو ما في لا روح اجيب رقم قص ولا شيء، ريحه بتشهي وسامحني انا ما نخل بدي دوق. ليه تبرد؟ فكر انه تبرد بس. شو رايك؟ انا اليابس يا ويلي ما اطيبه. طعمة البرغل فيها مستوي اهم شيء النهنه. اللحمه ريحه اولى، ريحه هيك نيفا. مو نيفا. عم بحس حالي عم باكل بيستو. يا سلام. يا سيدي الشوربه كثير طيبه. يلا نهي الحلقه. بعد رح اعطيني مليون. لا نهي من عندك، من هون نهي. يا سيدي الشوربه يعني ولا بتنداء من المطاعم، يعني هي شو؟ ولا بتنداء من المطاعم. فكرت الشوربه ما بتندى. شو النهاية؟ كمل انا بدي الحلقه انت تنهيها. كمل. يعني تقدم لملوك. الله الله شو رأيك؟ فخمه احلى من اللي قبلها. كمل يا سيدي عن جد يعني. سيدي وسيدك الله. كمل سيدي وسيدك الله. ايه كمل. بس لا شيء يعني طالع نظامي. انا بتعرف شو اللي عاجبني بالشوربه اكثر شيء؟ هيك ليك شلون الكوسه مع الجزر مع هيك لما شوفها بفكرها طبخه، هي مو شوربه. ايوه حلو. نظامي والله. كمل يلا نهي. يلا نهينا الحلقه بعد اذنك. مثل ما عم قايلكم. مثل ما شفتوا لليوم كانت معنا شوربه البرغل. وبتمنى انه تكونوا عملتوا مثل هالشوربه وعملتوا سبسكرايب للقناه وعملتوا لايك، لانه مشان هالشوربه تنشهر من بودي دا بودي. عم يصور معي وما حافظ الاسم. كم هيك شايفين نهاية المكان طالع شوربه. كمل شكل النهاية 5 دقايق. انتوا كياتكم الشوام ما شاء الله هيك بتحكوا ما بتخلصوا حكي. خلاص اختصرني يا اخي خلاص. عم نسكب لاخر الفيديو. عم اختم لي الحلقة مشان الله. تمام مثل ما حكينا الشوربه تمام كله سوبر.
تمام هو كمان منيح. اخي انا حكمل عنك ايش صار عرضك. انت شكله الخاتمه تبعك كثير طويله. اخواننا اهل الشام شكلهم بيحكوا كثير وبينشفوا الدم. هالشوربه كثير طيبه ولذيذه. اللي عليكم تعطوني رايكم بالتعليقات، اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس واحضروا الفيديوهات الماضيه والفيديوهات الجايه، واهم شيء تابعوني على منصات التواصل الاجتماعي لحتى تشوفوا بوستاتي وستورياتي وفيديوهاتي اللي بنزلهم على الانستغرام والتيك توك. هيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. انا كثير استمتعت بتحضيرها، ان شاء الله انتم كمان تكونوا استمتعتوا معنا. بشوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمه. معي انا بودي وصديقنا اللي على المجلة مازن. القاكم فيديوهات قادمه. دمتم في رعايه الله والسلام اخواتي.